صباح السعادة. فيديو النهاردة يا بنات مليان أفكار. والله زي ما بقولك كده. بصي بقى، حط السكينة على النار واكسبي كتير. بصي كان نزل بيتك بقى وهتبقي مليونير. بجد بجد يا بنات، تسلم بجد صاحبة الأفكار اللي هقول لكم عليها النهاردة. دعوة حلوة كده من القلب، ويا ريت تستفادوا من الفيديو. أول حاجة بقى يا حبايب قلبي النهاردة، وأول فكرة معانا البلح الأسود. زي ما انتوا عارفين البلح ده بيبقى له مواسم، بيظهر كده ايه، يعني نقدر نقول ايام معدودة في السنة. البلح الرطب ده حلو قوي يا بنات بصراحة كده. ده احنا زمان كنا متربيين عليه، لا كان حد بيجيله انيميا ولا حد كان بيجيله فقر دم. اعمليه بقى لاولادك في الشتاء كده، بيبقى بيعمل باور حلو قوي وبيدي طاقة جميلة جدا. بقيت حفظه بقى هتبقى ازاي؟ بجيب البلح زي ما انا شارياه كده من عند البياع، بقفله. اهم حاجة اخرج منه الهواء واحفظه في الفريزر. بيفضل معانا من السنة للسنة. وقت الاكل بتجيبيه ويا دوب كده تقشريه وفي سندوتشات وهتقدميه لاولادك بقى، اكليهم احلى اور هياكلوه. تقدري برضو ان انت تضيفي معاه مكسرات، معلقه سمنه بلدي، بيبقى بجد هايل يا بنات. طريقه حفظه سهله جدا وبسيطه، وهتقدميه لاولادك في سندوتشات في المدرسه. بصراحه هايل. هنعمل منه كيكات وفطاير كمان بالبلح. دي كانت تعتبر اول فكره معانا، طريقه حفظ البلح. طب تاني فكره هتبقى معانا ايه؟ طبعا معظمنا بيشتري السمنه النباتي، وقلنا كتير قوي ان السمنه النباتي ما بتبقاش كويسه. فبس يعني بما ان ونظرا للظروف الاقتصاديه فبنشتريها. وطبعا لو احنا اشترينا علب السمنه زي ما وريتك كده في الاول، بيبقى فيها صدى. الصدى بيتاكل وبيدخل جوه علبه السمنه او صفيحه السمنه من جوه. فانا هنا محتاجه معايا حافظه طعام قديمه خالص بتاعه الاولاد، ومعلقه. طريقه فتح علبه السمنه بتبقى سهله جدا وبسيطه، وده طبعا عشان بيبقى موجود فيها قفل امان سهل وبسيط. فتحت علبه السمنه بكل سهوله بالشكل اللي حضرتك شايفاه، وهبدا باي معلقه من عندي اخرج السمنه بالشكل اللي حضرتك شايفاه. اي حافظه طعام موجوده عندك، اي علبه، اي برطمان، مفيش اي مشكله. هنا بقى اوريكي انا بقى هدفي ايه في اني اخرج السمنه من العلبه. ليه انا ما احتفظتش بالسمنه داخل العلبه وسبتها؟ اولا السمنه يعني احنا مش هنخلصها كلها في يوم ولا في يومين. انا هنا زيك وزي اي ست بيت مصريه بشتري السمنه عشان توفر معايا في الزيت. يعني معلقه من السمنه على معلقه من الزيت هتوفر معايا كميه الزيت اللي انا بستهلكه. زي ما انتم شايفين بقى القعر او الارضيه بتاعت صفيحه السمنه هي دي. ده الشكل يا حبايب قلبي. معظمنا كده لما بيحتفظ بعلبه السمنه وبتقعد عنده لفتره طويله، بنيجي نبص نلاقيها جنزرت كده من جوه. العلبه صدت وما ادتش شكل جمالي كده. يعني ايه؟ من الاخر كده الواحد بيخاف على صحته وصحه اولاده. ممكن طبقه الصدى اللي حضرتك شفتيها من بره اول الفيديو توصل لداخل علبة السمنة أو صفيحة السمنة. فأنا هنا بحاول إن أنا أحطها في حفظ الطعام أو أي علبة بلاستيك أو برطمانات، سواء كان بلاستيك أو إزاز. وده طبعا أولا هيحافظ معانا في المكان. حفظ الطعام هتبقى أقل من علبة السمنة. تاني حاجة هبقى ضامنة إن الحاجة دي مطلهاش أي صدى أو أي جنزرة من علبة السمنة، وفي نفس الوقت هتبقى معايا عملية جدا وهتحافظ معانا على السمنة. وبكده بقى اكون قلت لكم تاني فكرة، وهي فكرة سهلة جدا وبسيطة. تقدري بقى تستخدمي السمنة مجمدة، يعني محطوطة. انا حطيتها كده اول مرة، حطيتها لكم في التلاجة عشان اوريكم علبة السمنة من تحت ممكن يبقى شكلها ايه. لان بصراحة علبة السمنة دي كانت موجودة عندي بقالها فترة، فبصراحة كنت متأكدة ان هيبقى فيها صدى من الداخل. وطبعا نصيحتي ليكم مرة واثنين وثلاثة وعشرين، نستخدم السمنة البلدي افضل واحسن من السمنة المعلبة. دي بقى تاني طريقة كانت معانا النهاردة. بناخد بقى كميات على حسب الطلب، وبنغطي بغطا حافظة الطعام، وبكده خلاص أسهل وأسرع وأحلى وأضمن وأوفر طريقة لحفظ السمنة. هتقعد معاكي بالسنين مش بالسنة كمان. طيب بعد كده بقى احنا اتخلصنا من علبة السمنة او خلاص ما عدناش محتاجينها، هنرميها في الزبالة؟ لا طبعا. صفيحة السمنة دي او علبة السمنة كنز يا بنات، كنز، اوعوا ترموه. هنعمل بقى ايه بيه؟ طبعا هي مصدية اهي وملهاش اي 30 لازمة، فناس كتير هترميها. لا انا النهاردة مش هرمي. هجيب بقى السكينة زي ما قلت لك اول الفيديو، وبسخنها كويس قوي على النار. وتكون دي سكينة طبعا انا مش محتاجاها، لان هي بتبقى تدي لون كده. وببدأ ان انا اعمل فتحة في غطاء علبة السمنة بالشكل اللي حضرتك شايفاه. طبعا عرفتوا احنا بنعمل ايه. انا بقى بعمل هنا يا حبايب قلبي حصالة بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا، وهتبقى معاكي في المطبخ، هتوفر معاكي كتير. وصدقيني بقى اي قرش متوفر عليكي هتحطيه جوه الحصالة، لانها هتبقى قدام عينيكي.
لا وايه بقى هقولك على فكرة، بصي بقى ارميها كده في وسط برطمانات التوابل، وسط اي برطمانات موجودة عندك في الضلفة اللي انت بتحتفظي بيها بالتوابل. بصي بقى محدش هيخطر على باله ان دي حصالة، كله هيبقى مفكر انها علبة سمنة، فمحدش هيجي ناحية العلبة المركونة، كله هيبص على السمنة اللي في التلاجة. وزي ما احنا بقى احتفظنا بالسمنة جوه حافظة الطعام، هقولك برضه على فكرة تانية نحتفظ بيها بالسمنة في البرطمانات، ودي برضو يا بنات هتوفر عليكم كتير قوي. بصي المرة اللي فاتت انا استخدمت السمنة عشان كانت مركونة عندي، فبدأت ان انا اوريها لكم بعد ما احتفظت بيها في التلاجة لفترة. مع درجة حرارة الجو السمنة كانت سايلة معانا، طبعا بقلبها بالمعلقة بحيث ان البرطمانات تبقى السمنة موحدة شكل بعضها، وببدأ ان انا احتفظ بيها في برطمانات بلاستيك او برطمانات زجاجية بالشكل اللي حضرتك شايفاه هنا. بقى هتقدري ان انت تحتفظي بيها لأطول فترة، في نفس الوقت هتبقى سهلة جدا وبسيطة جدا. ولو حطيناها بقى في التلاجة هتبقى معانا سمنة هايلة يا بنات. بصوا بقى شكلها الجمالي لو اتحطت في التلاجة او على الرخامة كده في الشتاء، فبصراحة هيبقى شكلها حلو معاكي، استخدامها هيبقى عملي. علبة السمنة اللي حضراتكم شايفينها كانت 2 كيلو، فقسمتها على 2 برطمان وهستخدمها على حسب الطلب. برضو زي ما قلت لحضرتك هنبدأ ان احنا ننضف علبة السمنة بالردة ونمسحها بأي منديل موجود عندنا، ونستخدمها سواء في حفظ بقوليات أو أي حاجة تانية. مع برطمانات السمنة فبحطها في التلاجة، بتبقى معانا سمنة مرملة وهايلة يا بنات، وهنستخدمها على حسب الطلب زي ما قلت لحضرتك. اوعي ترمي صفايح السمنة، هتستخدميها ان شاء الله. بعد كده بقى الفكرة اللي جاية هتبقى ايه؟ الطماطم طبعا عارفين انها مواسم ومجنونة يا قوطة، فهنعمل ايه؟ عندك اي كمية موجودة من الطماطم هتبدأي ان انت على طول تضربيها. انا بصراحة بسويها زي ما هي كده، نية في شوية مية او من غير، وبسويها وبعد كده بضربها واصفيها وبديها غلوة كده على النار بدون زيت وبدون ملح وبدون اي حاجة. تقدري ان انت لو حابة تضيفي اضافات الزيت والملح مفيش اي مشاكل. بعد ما تتسبك معانا ببدأ ان انا احطيها بيها في اكياس تلاجة واحفظها في الفريزر، استخدميها بقى وقت اللزوم. في الطبق طبعا الطماطم بترفع وتغلي معانا. في النهاية لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تحبوا بعض.